الزمن مر الزمن إنا على مر الزمن مر الزمن إنا على مر الزمن لحماية حقوق الإنسان حول موضوع مغاربة العالم والحق في المواطنة الكاملة، والتي تندرج تحت شعار مغاربة العالم سفراء الأمل. أيها الحضور الكريم، من أجل تمكين مغاربة العالم من المواطنة الكاملة ومساواتهم مع إخوانهم وأخواتهم المغاربة عامة، وللعمل كذلك على تسريع وتفعيل بنود الدستور المغربي الذي صوتنا عليه جميعا، نتطلع اليوم كفعاليات جمعوية ومجتمع مدني إلى فتح نقاش جدي في ندوتنا هذا اليوم من أجل مدارسة آفاق وتحديات هذا الموضوع الذي هو الحق في المواطنة الكاملة. ولهذا نتشرف ونستضيف اليوم كل من الأساتذة الكرام الذين نشكرهم على حضورهم وعلى رحابة صدورهم وقبولهم لدعوتنا من أجل إحياء ومن أجل تتميم هذه الندوة. أيها الحضور الكريم، خير ما نفتتح به ندوتنا اليوم هو آيات من الذكر الحكيم بصوت المقرئ ياسين تفاحي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. يطيب لي أن أعبر لكم عن كامل شكري لحضوركم في هذه الجلسة العلمية تحت عنوان مغاربة العالم والحق في المواطنة الكاملة. أود أن أقول أننا نعيش مرحلة مهمة نطالب فيها تنزيل فعلي وديمقراطي للمقتضيات الدستورية، والأهم هي التي خصص الدستور هذه الصوت هذه الفئة بفصول 16 17 18 163 وإدماجهم كقوة داخل المنظومة السياسية بالمغرب، على اعتبار أن المواطنة يكون فيها الجميع للوطن والوطن للجميع بالداخل والخارج، وفي الإطار التي جاءت به الوثيقة الدستورية على اعتبار تضمينها لمقتضيات قرار الملكي 6 نوفمبر 2005، والذي يعتبر خطوة صويب لتدبير ملف الهجرة ضمن منظوم شمولي، حيث ترجمته الوثيقة الدستورية 6
استراتيجية لدور المهاجر الذي سيستعيد بمقتضى المرسوم الملكي مقعده النيابي داخل المؤسسة التشريعية، حيث شكل هذا الخطاب التاريخي محطة بارزة في تطور المواطنين المقيمين بالخارج وتمثيلهم في المؤسسات الوطنية من أجل تحقيق المواطنة في التصويت والترشيح للمواطنين والمواطنات كما هو الحال بدول متقدمة قريبة منا، ودمنا في خدمة الصالح العام وفقنا الله بما فيه مصلحة الوطن ورفع الشأنين. السلام عليكم. نشكرك سيد لمداخلتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية يسعدني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى إدارة هذه المدرسة العليا الدولية للتسيير على استضافتها لهذا اللقاء، كما أتوجه بالشكر إلى المركز المغربي لحماية حقوق الإنسان في شخصية رئيسه السيد حسن السحيمي لهذه الالتفاتة الكريمة لموضوعنا، وأشكر كل المنظمين والذين سهروا على تنظيم هذا اللقاء، كما أشكر الحضور الكريم كل من أتى من بعيد أو قريب، فأنا أشكره جزيل الشكر على الحضور، أساتذة وحضرات. اسمحوا لي أن أقدم نفسي. الأخت قدمتني بكثير من الصفات، ولكنني اليوم أريد أن أقدم جمعيتي ولماذا نحن هنا. نحن مجموعة من الفعاليات الحقوقية والسياسية بأرض المهجر التقينا حول مبدأ وحول حق نعتبره لحد الآن مسلوبا منا، وهو حق التمثيلية السياسية انتخابا وتصويتا انطلاقا من بلدان الإقامة بالمغرب، وحق المشاركة في تسيير جميع المؤسسات الحكومية والغير الحكومية التي تهتم بشؤون المهاجرين المغاربة في الخارج. إخوان من السعودية وإخوان من إيطاليا وبلجيكا وفرنسا وهولندا وإسبانيا. أود أن أقول أنني هنا لا أتحدث باسم الجالية المغربية، فليس هناك حزب أو جمعية أو تنسيقية يمكن أن يتحدث باسم 7 ملايين شخص. لهذا فأنا أتحدث باسم من يساند ومن يؤمن ويؤمن ويشتغل بهذا المبدأ. لماذا التمثيلية السياسية ولماذا المشاركة في تسيير جميع المؤسسات الحكومية والغير الحكومية لمغاربة العالم؟ أولاً وبكل بساطة لأنها حق دستوري، فالدستور ينص في 5 بنود على ذلك، وهي واجب وطني. فكما تعلمون هناك 3 حالات يمنع فيها المواطن من ممارسة حقه في التصويت والانتخاب: أن يكون مختلا عقليا، أن يكون قاصرا، وأن يكون خائنا وطنيا. تقريبا 7 ملايين مغربي في الخارج لا يمكن أن يدخلوا تحت هذه الخانات ال3. لذلك نحن نطالب بحقنا في التمثيلية السياسية
والمشاركة في وطنهم. هناك من يقول بأن الظروف الراهنة الآن للجالية هي ظروف لا تسمح، ونحن نقول بأنه الظروف الحالية هي ظروف موازية جدا وظروف ملحة، ولم تكن هناك ضرورة مثل هذه الظروف التي تفرض على الحكومة المغربية أن تعطي هذا الحق لمواطنيها في الخارج. لماذا ملحة؟ لسببين. السبب الأول هو مشكل هوية الأجيال الجديدة، فأبناؤنا أبناء المغاربة هم أول دولة تدعم وتقوي صفوف داعش. أبناؤنا منبوذون لا يعرفون شيئا عن لغتهم وثقافتهم ودينهم الحنيف، لأن ليست هناك سياسة، ليست هناك مبادرة دينية توصل الدعوة والمنهج الديني الحنيف المغربي إلى أبنائه في الخارج، وهم متروكين في يد كل التيارات شيعية من كل الجوانب. كل من يؤدي ثمن كراء دراج أو مستودع فهو يمرر منهجه الديني. لهذا فنحن كجالية، ونحن 15 نمثل 15% من سكان المغرب، نحن نتشبث بديننا الحنيف وبمنهج المالكي، ونريد لأبنائنا أن يتربوا ويترعرعوا في المذهب المالكي. لا نريد لأبنائنا أن يبقوا في أيدي أناس لا نعرف من هم وما فائدتهم. لذلك نريد ممثلين داخل الحكومة المغربية، ممثلين داخل البرلمان ليشرعوا وليعرفوا. ومن هنا يأتي الإلحاح، ليس فقط طلبا في المقاعد. احنا تنتخلاو على اللي باغي يطلع من الجالية غنفرضوا عليه يتخلى على التقاعد. نحن لا نريد المقاعد، احنا بغينا وليداتنا يتربى ويتنشئوا ويترعرعوا في واحد الجو ديني، دين ديال التسامح، ديال المحبة، ديال التشارك. ما بغيناش وليداتنا نشوفوهم ونبقاو خايفين عليهم نصيفطوهم للجامع، لان ما عارفينش شنو هي المبادئ والافكار اللي غادي يسمعوا في ذاك المسجد. هذا اولا. المساله الثانيه واللي هي مساله ضروريه وملحه هي مساله الدفاع عن الحوزه الترابيه. كلكم تبعتوا القضيه نتاع السويد، فاش بغات السويد تعترف بالكيان ديال البوليساريو وقع فينا واحد الارتباك. اكتشفنا بان ليس لنا سفيرا بالسويد، وواحد الفراغ. وقام المجتمع المدني في الخارج ودار مبادرات تلقائيه، ولكن الان من بعد 30 سنه هذه القضيه احنا ما بقيناش باغيين وقابلين فقط المبادرات التلقائيه التي يشكر عليها المجتمع المدني. احنا بغينا تنسيق مع المركز، بغينا خطه نمشيو عليها، بغينا ننظموا الصفوف ديالنا. نحن جنود، نحن وطنيين ومواطنين، وباغيين الامكانيات والوسائل والمنهج والطريقه باش ندافعوا
على القضيه ديالنا بواحد الطريقه مقنعه واللي كتمشي مع السياسه الحكوميه مع السياسه المغربيه. دخول مثلا بطريقه عشوائيه على ندوه ينظمها ما يسمى ما يدعى بالبوليساريو ورفع الشعارات وعاش الوطن عاش. ماشي هو هذاك اللي حنا باغيين. حنا باغيين نكونوا حنا السباقين، ماشي كندافعوا، خصنا حنا نكونوا السباقين، حنا اللي ننظموا بطريقه يعني طريقه حضاريه، نقدموا داك الوجه الجميل الديمقراطي الانساني للمغرب واللي هو الوجه ديالو الحقيقي بالحجج بالتاريخ وبالقانون. لهذا الآن التمثيلية السياسية بالنسبة لمغاربة الخارج ولات ضرورة، وما ولا فقط نطالب بحقنا، ولات واجب وطني باش تكون عندنا الوسائل الكفيلة باش ندافع على أولادنا، وتكون عندنا الوسيلة الكفيلة باش ندافع على بلادنا، وتكون عندنا الوسيلة الكفيلة باش ندافع على المشاكل وندافع على حقوقنا. أتمنى حنا هذه الزيارة اللي قمنا بها للمغرب التقينا مع مجموعة من القوى السياسية بالمغرب ومجموعة من القوى من الفعاليات الجمعوية والحقوقية، وعملنا شراكات مثلا مع المركز المغربي لحماية حقوق الإنسان للدفاع عن التمثيلية السياسية لمغاربة الخارج والمشاركة، وللدفاع عن الحوزة الترابية، وجميع المسؤولين عن الأحزاب السياسية فتحوا لنا الأبواب وقالوا كاملين بأنه وحدوا الفكرة وقالوا أنهم سيستجيبون لمطلب الجالية المغربية، ونحن نتقدم إليهم بالشكر، ولكن ننتظر أن تتغير الكلمات وتترجم الكلمات إلى أفعال وإلى قوانين وإلى حقوق على أرض الواقع. أنا أشكركم على حسن الاستماع، أشكركم على الحضور. إذا كان هناك سؤال في الآخر فأنا تحت أمركم. أستسمح إذا تنسيت بعض النقاط أو أطلت عليكم. أشكركم. الرئيسية لأي مجتمع يعني ديمقراطي يستأثر بأدوار ومهام حيوية، وبذلك فيعني الطرفية الدولية الراهنة تفرض انفتاح حقيقي من قبل يعني صانع القرار السياسي يعني على هذه الفعاليات، وذلك نتيجة يعني لتشابك وتعقد الأزمات والقضايا التي تتأكد يعني صعوبة تدبيرها من طرف جانب واحد. والمغرب يعني استعاد هذا الأمر وهذه التحديات اللي التزم في دستور 2011 يعني بتفعيل المقاربة الديمقراطية التشاركية الكثيرة بمساهمة مختلف القوى يعني الحية والفاعلة في المجتمع. بالنسبة للإشكالية التي يعني أحاول أن أتطرق إليها تتعلق بأي حد يتم تفعيل مقتضيات الوثيقة الدستورية لسنة 2011 مرتبطة يعني بإشراك المجتمع المدني في اتخاذ القرارات وتتبعها وتنفيذها وتقييمها. ثم ما هي حدود هذه يعني مقاربة التشارك ومساهمة المجتمع المدني، بل أكثر من ذلك حتى بالنسبة للمواطنات والمواطنين من أجل التأثير بمسار السياسات العامة التي تعتمدها الدولة. ثم كذلك هل نجحت يعني الحكومة في تنزيل مضامين دستور 2011 المتعلقة بإشراك الجالية يعني المغربية المقيمة في الخارج في إعداد هذه السياسات العمومية. بالنسبة للمجتمع المدني كما يعلم الجميع أن أولا ينبغي يعني الإشارة إلى مسألة مهمة وهي يتعلق الأمر بأن دستور 2011 لأول مرة يعني يتم التنصيص صراحة فيه على مصطلح المجتمع يعني المدني،
وهذا يعني إن دل على شيء فإنه يدل على يعني الاعتراف بأهمية هذه الفعاليات ويعني في مختلف المجالات التي يعني تشتغل فيها هذه الفعاليات. ومن ثم فالمجتمع يعني المدني هو مجموعة من الجمعيات ومنظمات غير حكومية التي تعمل يعني بشكل تطوعي وفقا للاختيار الحر للفرد مع عدم الهدف إلى تحقيق الربح وعدم السعي للوصول إلى السلطة من أجل الدفاع يعني عن الفئات المجتمعية وقضاياهم المرتبطة بمختلف المجالات سواء من الاجتماعية الاقتصادية التنموية الحقوقية إلى آخره. بالنسبة للمجتمع المدني في بلاد الدستور يعني 2011 نجد هناك العديد من الفصول التي أكدت على هذه المسألة. فالفصل 12 من الدستور أكد على حرية تأسيس يعني جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وممارسة أنشطتها بحرية في إطار احترام الدستور. كذلك ستسهم هذه الجمعيات المهتمة بقضايا الشارع والمنظمات غير الحكومية في إطار المقاربة الديمقراطية. السلام عليكم. بديت في البداية نشكر المنظمين عبر ديال هذا اللقاء عبر المركز المغربي لحماية حقوق الإنسان على تنظيم هذا اللقاء اللي تيهم المغاربة بصفة عامة سواء في الداخل أو الخارج، لأن المسألة ديال المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج طبعا تتهمهم هما قبل كل شيء، ولكن كذلك تتهم المواطنين المغاربة المقيمين في الداخل. وبغيت غير هذه المناسبة، كاين بعض الأخوات والإخوان ربما في بعض الكتابات يودي علاش المغاربة في الداخل يهتموا بهذه القضية. أنا أقول لكم إلا كنتي غادي معاهم في الاتجاه تقول لك هو مزيان بمعنى، وإلا كان عندك رأي مخالف للرأي ديالهم يعني الرأي ديالهم لعدم المشاركة تقول لك هو ما عندكش حق تدخل، ماشي شغلك، هذا شغل الجالية وما عندكش حق باش تدخل في هذه المسائل. إذن هذا التدخل كمواطن، الدستور تيتكلم على المغاربة في الخارج كمواطنين مغاربة، صاحب جلالة تيتكلم بالنسبة للمغاربة في الخارج كمواطنين وليس كرعايا، عدة خطب كمواطنين ليس برعايا. وفي هذا الإطار كل واحد عنده الحق باش يدخل في هذه المسألة لأنها تتهمنا جميعا، بغض النظر عن كون التواجد ديال 5 ملايين ولا أكثر على برا. ما كاينش العائلة اللي ما عندهاش شي واحد ولا شي وحدة ولا أكثر بالنسبة للخارج. لإيجاز بعد التدخلات ديال الأخوات والإخوة وباش يمكن كذلك يكون النقاش، أنتم على علم بالتطور ديال الملف. دابا غنبعث غير بعض النقاط بصفة سريعة باش يمكن لنا نفتحوا النقاش. المنطلق فعلا هو الدستور ديال 2011، ولكن نقول من الآن على أنه الدساتير اللي سبقت 2011 ما تتمنعش المشاركة السياسية والتمثيلية أبدا. كاين بعض المرات في التحويلات ودي يعني المسألة الجديدة هي القضية ديال التمثيلية. الدسترت غادي تعطيها واحد القوة، ولكن الدستور ديال 1996 اللي سبقوه يعني كان تيسمح مادة 5 والمادة 8 كانوا تيسمحوا بالتمثيلية ديال الجالية في البرلمان. الدليل على ذلك كانت واحد التمثيلية بين 84 و 92 في هذا الإطار. إذن الدستور
لح على هذه المساله وعطاها واحد القوه باش ما تجيش شي وقيته ما شي اغلبيه ما في الحكومه وتجي وتمنع هذه المساله. الدستور واضح يقول على انه اولا المغاربه في الخارج هم مواطنون هنا وهناك، ولو على انهم مواطنون هناك يبقوا كذلك مواطنون في المغرب. ماشي قضيه نسبه مئويه كله 51% لهي وهنا 49% ولا بحال البعض يقولوا اندمجوا هناك الا بغيتوا ديروا السياسه ديروها لهي وهنا لا. اذا الواحد تكلم على مواطنون مغاربه يعني واحد كي تيتكلم على مواطن 100% ولو تكون عنده جوج جنسيات ولا ثلاثه. المساله خاصها تفهم. يعني واحد اللي تيبدا يتكلم على الازدواجيه ولا على كذا ويقول على انه تضرب في الاندماج تما والناس اللي شاركوا في السياسه هنا غادي يغدي داكشي اليمين المتطرف وما يكونش في صالح المغرب وفي صالح لابناء الجاليه. المواطنون غير ما تكون مواطن 100% او لا ماشي مواطن، هذا هو المبدا. ثم في ديك الوقيته راه جميع الحقوق وجميع الواجبات. الجاليه لها مسؤوليات وعليها واجبات تتأديها، الدفاع عن القضايا الكبرى ديال البلاد في الخارج، المساهمة في العمل التضامني داخل المغرب، زيادة على داكشي اللي تيصيفطوه بالنسبة للعائلات ديالهم إلى آخره. يعني ولكن هنا نقولوا يعني ماشي حيت المغاربة تيصيفطوا الفلوس بزاف إذا القسم لا بدا يشاركوا، لا. المشاركة كمواطن بغض النظر يصيفط الفلوس ولا ما يصيفطش، هذه مسألة. الدستور تيقول على انه الناس يمكن لهم يشاركوا في جميع الانتخابات سواء محليه او جهويه او وطنيه. شفنا على انه مثلا في الانتخابات البلديه والجهويه تنجبدها شويه لان كثير ما تتكلموش عليها، تنسى شويه. كان واحد النوع ديال التقدم ابتداء من الخطاب الملكي ديال 6 نوفمبر 2005 اللي كان فيه عده قرارات تمثيليه. الغرفه الاولى دوائر انتخابيه تشريعيه في بلدان المهجر، خلق مجلس ديال الجاليه، وكذلك السماح لافراد الجاليه الشبان اللي تزادوا تما وما عندهمش الحق باش ينتخبوا داخل المغرب باش يمكن لهم يعزلوا. هذا القرار وشنو هو؟ هذا القرار هو مكمل للقرار الاول اللي تيهم جميع المواطنين سواء كانوا من الجيل الاول يعني الكبار او لا ابتداء من 18 سنه. يعني زياده على التمثيليه في البرلمان تعطات الافراد الجاليه اللي هما تزادوا تما باش يمكن لهم يساهموا في الانتخابات الاخرى وباش في هذا الميدان تكون المواطنه فعلا كامله. علاش؟ لان نعرفوا واحد ما يمكن له يساهم في الانتخابات الا اذا كان مسجل في اللوائح الانتخابيه. بما ان الناس اللي تزادوا على برا مزيودين على برا وما عايشينش داخل المغرب، فالشروط اللازمه باش واحد يتسجل في اللوائح الانتخابيه ما موجوداش بالنسبه للمغرب. لهذا كان واحد القانون من بعد قرار ملكي ديال 6 نوفمبر 2005 اللي فتح المجال للاجيال الصاعده باش يمكن لهم يعني تيمكن لهم يتسجلوا. تعطى لهم واحد المسائل تسهيليه يا اما الجماعات ديال باهم ولا امهم ولا ديال جدهم ولا كاين عندهم، المهم كاين عده معايير
وهكذا يعني مبدئيا توسعت من الناحيه السياسيه الامكانيات ديال الاشراك الجاليه. مع الاسف هذا الحق ما مستعملش بزاف لعده اسباب. تيظهر لي عدم التواصل، ما كاينش واحد النوع ديال التشجيع. حتى مثلا الوقت اللي تتفتح اللوائح الانتخابيه، عرفتوا الوقت اللي تفتح اللوائح الانتخابيه الناس تيتسجلوا في القنصليات، ولكن حتى هذا فيه واحد النوع ديال سوء التفاهم. الناس فعلا اللوائح الانتخابيه ما مفتوحاش يبقى في القنصليات. القنصليه هي تسهيل الماموريه، الواحد تيحط الملف ديالو، القنصليه تصيفطو للخارجيه، الخارجيه تصيفطو للداخليه، الداخليه تصيفطو للجماعه المعنيه بالامر. وهنا ما كانش واحد النوع ديال التشجيع وديال الاخبار عبر القنصليات، عبر الجمعيات الى اخره. هذا هو هذا المسألة. وكان مزيان كذلك باش في الانتخابات الاخيره كذلك باش الجاليه كذلك تساهم في الانتخابات الجهويه، لان هذا الشيء تيحتاج الاطر بالنسبه للجهات. والان والحمد لله ولو كاين عده مشاكل في عده بلدان فيما يخص الجهات الصاعده، ولكن واحد الطرف كبير منهم كذلك الان عنده كفاءات وعنده امكانيات وصبحوا يعني متمكنين من يمكن لهم يعني المغرب يستفد منه. اذا في هذا الاطار قد قضيه اخرى، لان من الخطاب الملكي ديال 6 نوفمبر 2005 قالت المساله ديال المشاركه السياسيه التمثيليه في الغرفه الاولى. التمثيليه في الغرفه الاولى ديك الوقيته تنعرفوا على انه القرارات الملكيه ديال 6 نوفمبر 2005 فهي قرارات ملزمه، ماشي افكار، تاملات، خارطه طريق، قرارات تطبق. الحكومه شنو قالت واحد الوقيته 16 جوان 2006 غادي نطبقوا المسائل الاخرى، الخطوط التجاريه، نفتحوا اللوائح بالنسبه للشبان باش يصوتوا داخل المغرب، ولكن المساله الاخرى غادي نطبقوا فيها ما يسمى بالمنهجيه التدريجيه، نمشيو بلاتي درجه بدرجه. علاش؟ لان كاين صعوبات ماديه، ضركنا الوقت، ما يمكنناش نهيئوا. هذا غير صحيح لان القضيه مطروحه من قبل وقت حكومه تناوب الشروط، ونفترض على انه المنهجيه التدريجيه تطلب 6 شهور، عام، عامين، باش ديك الشروط اللي ما كانتش موفره توفر. هذه من 2006 2016 والمنهجيه التدريجيه ما دازت حتى درجه. جمود ماشي هي منهجيه تدريجيه. اذا كاين واحد السبب. شنو هو انذاك؟ السبب شنو هو انذاك؟ السبب نظري هو الخوف من النتائج. خوف من النتائج. علاش؟ لا تبينت الامور كباحث والاتصالات مع المسؤولين مع كذا، بين على انه انذاك الانتخابات اللي كانت تتهيأ في الانتخابات اللي كانت تتهيأ، وبعض المرات تيجوا بعض المسؤولين الاوروبيين منهم الوزير السابق في الداخليه اللي كان رئيس الجمهوريه واللي الان ربما غادي ساركوزي، المهم في اطار الاتصالات اللي كان عندهم، كان تيجي للمغرب ولا كي تيمشي للبلدان افريقيه اخرى تينزل فين راكو واصلين الى اخره. قالوا ودير حنا تنهيئوا الانتخابات وكذا، كيفاش تهيئوهم وكذا، يعني في اطار تبادل المعلومات.
خلوا ديك الوقيته على انه راه الجاليه غادي نساهموها، ولكن راه عندنا مشكل لان بين الاغلبيه وبين المعارضه راه تقريبا مقاربين على حسب المعلومات اللي عندنا لي سونداج. المودي الى الجاليه شركتوها راه غادي بحال تهديو المعارضه بعض المناصب، بحال غادي تعطيهم هديه كادو، وهذا الشيء غادي يمشي للاغلبيه وغادي يخسروا فيه. اذا الخوف من الاصوات الملتحيه ولا الملتمه، هذا هو السبب الرئيسي. كاين الان الامور تجاوزت، ما بقاش هذه الوضعيه. اولا بعدا روح الدستور، يعني الانتخابات خصها تكون بغض النظر على النتائج. ما نعملوش الانتخابات الا اذا كانت في صالح واحد الطرف معين، واذا كانت دي سونداج الى اخره نقولوا لا. ثانيا ذاك اللي كنا نخافوا منه بوعو بي جي دي مثلا، دابا راه في الحكومه واستطاعوا يجيبوا الاعداد اللي يمكن لهم باش يتصدروا الانتخابات بلا ما الجاليه تساهم. ثم من جهه اخرى اذا كان التخوف من اطراف اخرى المتشدده الراديكاليه، هادو كاع ما تتامنش في المؤسسات، كاع ما تساهم في الانتخابات. مصاب الناس كانوا يساهموا في الانتخابات والمؤسسات باش يدخلوا في اللعبه السياسيه. اذا هذه المسائل تجاوزت، ما يمكنناش نعاودوا نجمدوها. والغريب في الامر هو الدستور. شنو تيقول الدستور؟ تيقول لك على انه التمثيليه يمكن لها تكون، ولكن بالنسبه للجاليه خصوصا من الانتخابات التشريعيه هذا الشيء تيمر عبر قانون تنظيمي، قوانين تنظيميه، لان القانون التنظيمي هو اللي تينظم التمثيليه في الغرفه الاولى. قانون انتخابي فين تتصوت، ثم الكيفيه اللي تتصوت، واش اللائحه وطنيه او لا الدوائر. هنا كان من المنتظر في هذه المساله باش في اطار المخطط التشريعي ديال الحكومه تجيب مشروع قانون فيما يخص تعديل القانون الانتخابي، يعني يغيروا يقولوا على انه الانتخاب خصو يكون في القنصليات، ما يكونش عبر الوكاله. وثانيا في اطار القانون التنظيمي هنا في هذا الميدان الحكومه ما جابت والو، ما خداو حتى شي مبادره. هذه الاولى. لكن في نفس الوقت الى الحكومه ما خداتش المسؤوليه ديالها، احزاب وفرق نيابيه من المعارضه ومن الاغلبيه خداو المسؤوليه ديالهم وقدموا مقترحات قوانين في هذا الميدان. هناك مقترح قانون ديال بنسردهم تاريخيا ديال الاتحاد الاشتراكي، ثم ديال حزب الاستقلال، ثم ديال العداله والتنميه. ما غاديش ندخل في التفاصيل، هذا استقلال طلب 60، اتحاد اشتراكي 30، العداله والتنميه تيعملوا المجز بين الدوائر الانتخابيه واللائحه بين 20 و 40. كاين اللي شاف هكا تيقول لك 60 30 40 المزايدات. هذه مسائل ماشي قضيه ديال المزايدات، هذه مسائل في التصور. كاين بعض الاقتراحات في هذا الميدان. يعني هذه المسائل تحطت في البرلمان، خصها تبدا تناقش. بدا النقاش فيها فيما يخص القانون التنظيمي ديال الغرفه الاولى، محطوط في اللجنه ديال الداخليه، بداو النقاش فيه. يعني كاين 3 ديال المقترحات، ولكن في الموضوع اللي استمروا، يعني بدا النقاش العام فصل بفصل. واحد الوقيته اللي الحكومه خصها تعطي الراي ديالها،
ضربوها بسكته وقالوا الله يخليكم عطينا واحد المهله زمنيه. علاش؟ لان كاين انتخابات البلديه الجهويه وغادي نستمروا هذه عام. اذا هنا الحكومه ما خداتش المسؤوليه ديالها، ثم كذلك اللي طلعتوا على انه الاحزاب، حتى الاحزاب اللي حطوا المقترحات القوانين الان ما كاينش واحد النوع ديال الحماس يظهر لي على انهم باش يطالبوا باش هذه المقترحات القوانين تجبد وتناقش في الصلاة والسلام على رسول الله محمد أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيشرفني الترحيب بكم ويطيب لي أن أعبر لكم عن كامل شكري بحضوركم. ففي هذه الندوة التي يقول عنوانها الكثير مغاربة العالم والحق في المواطنة الكاملة، التي ينظمها المركز المغربي لحماية حقوق الإنسان، نجد أن قضية مغاربة العالم ذو أهمية كبرى، إذ نطالب بمقاعد نيابية داخل المؤسسات التشريعية وتمثيلهم في المؤسسات الوطنية، كما أكد الدستور على ذلك، وكذلك التسويق الجيد للتغيرات السياسية والحقوقية والمؤسساتية التي شاهدها المغرب وإلى مبادرة الحكم الذاتي. وفي الختام نشكر المركز المغربي لحماية حقوق الإنسان وكافة الأساتذة الأجلاء المشاركين لعروض مداخلتهم، وأشكر المؤسسات والمسؤولين الذين قدموا دعما ماديا ومعنويا لهذه الندوة. ولا يسعني هنا إلا أن أتقدم بجزيل الشكر وعميق التقدير للسيد مدير المؤسسة الجاتيك السيد حكيم الصمالي على ما قدمه لنا من دعم معنوي ومادي متمثل في هذه القاعة المجهزة بجميع المعدات الأساسية، وهذا ما نسميه بشراكة حقيقية مدعمة للمجتمع المدني، إذ تعتبر مؤسسة مواطنة. وأخيرا أجدد ترحابي وشكري لجميع من شرفنا اليوم بحضوره، ودمنا في خدمة الوطن وفقنا الله جميعا بما فيه المصلحة العامة. شكرا على كلمتك القيمة في حق الحضور وفي حق المستقبلين لهذا الندوة اليوم، التي كانت تحت عنوان وموضوع مغاربة العالم والحق في المواطنة الكاملة، والتي كانت تحت شعار مغاربة العالم سفراء الأمل. أجدد ترحابي وأجدد شكري لجميع من حضر اليوم من أجل تثمين هذه الندوة القيمة، وأبدأ بالترحاب وبالشكر. أبدأ بشكر السادة المتدخلين. وتصمت لهم مزيان. وتيبان لي هادشي بحال فيلم ديجافو، يعني فرجني في هذا الفيلم شحال هادي، يعني تنتلاقاو وتنقولوا نفس الهضره، تنعاودوا نتلاقاو وتنقولوا نفس الهضره، بالتالي تيخليني نقول بان هذا الموضوع ولا الموضوع ديال المشاركه السياسيه هو حق مشروع، ولكن المحامي عنده فيها شيء، قضيه عادله بالمحامي فيها شيء. الوقت اللي غنجي انا غنبقى مثلا السي حسن القريني مثلا دكتور، السي محمد السي حسن القريني الدكتور مثلا رهانات المجتمع المدني، فالمداخله ديالو هو ما مشاش ديريكت، بقى تيحوم حول سميتو 830 12 هذه، ما مشاش ديريكت للفصول ديالنا حنا اللي هي 4 أو 5 الفصول ديالنا، وبالتالي انا ما قنعنيش صراحه، ما قنعنيش، وبالتالي دورت الصفحه ومشيت عند الاخوه الاخرين حتى باش نتصنت لهم. اللي هو اساسي هو هنا هو الفصل، شنو هو الفصل 17. واش تناقشنا على الفصل 17 ديما تنعاودها، انا تنقول انا دائما معروف تنقول لا، ومعروف بالقندوس يقول ايه. انا اللي مهتم، انا هو المهاجر، انا هو اللي خصو يسمعني اي واحد اخر هو قيمه مضافه نستاشروا نسمعوا ليه، ولكن انا اللي تنقرر، انا هو المهاجر. هل شي واحد طالب باش دار استفتاء لهذا الموضوع هذا؟ لان لا يمكن مثلا غنبقاو نمارسوا واحد الوصايه على 7 أو 5 مليون، ما يمكنش غنبقاو غادي في هذا الموضوع، غنتلاقاو حنا 7 ناس غنقولوا غنمشيو نديروا وصافي غنديروا بوم في واحد الموضوع. الفصل 17 غنعاود اخر مره، الفصل 17 مقسم بجوج الحوايج، عنده الجسد وعنده الروح. الجسد هو ان هاد الناس عندهم حق دستوري، الروح هو القانون التنظيمي.
السي القندوز قال كلمه مهمه بان الحكومه فاش ما دارش قامت الادوار ديالها مشات الفرق النيابيه والاحزاب وقدمت سميتو. ولكن اش قلت واش الحكومه نزلت من السماء؟ ياك الحكومه هي عباره عن احزاب، وبالتالي فهاد الحكومه شكون اللي تناقض مع نفسه؟ هو السي القندوز ولا الحكومه؟ الحكومه في الشخص البي دي جي قدمت وبالتالي يمكن انا قامت على حسب واحد الكلمه قالت هذيك الدريه الوسطانيه مزيانه ولا هي التسويق. هل الوقت مناسب نسوقوا هذا سميتو هذا المطلب اللي هو دستوري؟ لا احد يناقش ولا يقدر يجادل بان هذا مطلب دستوري، ولكن هذه الظروف الوقت تيقول لي مشيت معاه بعيد انا فاش قال لي بان المجلس لم يقدم رايا استشاريا، وكيفاش وراني الكتاب صدمني لان الناس راه داروا كتاب ماشي راي استشاري، وبالتالي هذا تناقض مع نفسه ولا معايا انا عاوتاني. علاش؟ لان نعاود نقول هو قال بان مراسم تقدمت ديال الاحزاب كلها قالت انا ما تهمنيش الاعضاء 70 80 مليار. شكرا استاذ راعي نقطه نظام. انا لست بدريه بيضاء لا اون جينيرال، يعني انا باحثه ورئيسه اللجنه التنظيميه او ميم بور المركز المغربي والدولي لحقوق الانسان. وشكرا. ممكن تكمل اسيدي. ميرسي بوكو. اسمح لي والله العظيم عشان جبت واحد المغاربه ديالنا اسمحوا لي نقول المغاربه ديالنا حنا اعتبرنا راسنا في عائله وحده وصنهضروا بدون القاب بدون نقول لك دري يقول لي دري وهذا فهمتي كوم سا نهضروا. اما ديك الالقاب علاش بالنسبه لي انا كيفاش نشوف الامور اما لا بلاتي اما انا احترام بالعكس انا عجبتني فكره التسويق مزيانه يعني قلناها يعني نقطه ايجابيه ماشي قلنا شحال. رجعوا للموضوع واخا هربتي لي الخير شنو رجعوا للموضوع ديال 17 و 18. السي القندوز يقول بان كانت هناك صعوبات ونتائج تدريجيه وهذه حنا غنقول السي القندوز ان الاستفتاء على الدستور اللي دار في اوروبا كامل مشات ليه 10% ديال الناس. انا كنت تما انت ما كنتيش، وبالتالي انا شاهد عيان وما عمري كون شاهد زور على واحد الحقبه معينه. الناس حطينا لهم الاتاي وحطينا لهم الزغاريت قدام الطوموبيلات ومشات 10% باش يقولوا نعم او لا الدستور، وبالتالي لا يمكن خاصك تشوف واحد القضيه اخرى. انت ولا احنا راه انا مع الحق الدستوري، راه انا اللي معني به مع ولادي معني به، وبالتالي انا غنكون اكثر حماسا منك. وكنشكرك على تدخلنا في المشاكل ديالنا، شكرا تشكرك بزاف على هذا الموضوع. ولكن غير واحد القضيه كما قلت لك محامي فاشي. علاش؟ ماشي انت اي واحد يتدخل في القضيه دابا. علاش؟ حيت فاش تقول لي مثلا تقارن ممارسه الحق داخل القنصليه خطأتي، وخطوا الاحزاب كامل اللي داروا هذا ضرب عرض الحائط نفسه فصل 17 اللي تيقول واحد الكلمه خطيره جدا وهي امكانيات الممارسه. المشرع جاء بالجمع وما جاش هنايا الامكانيه وحده، ما قالش امكانيات قال امكانيات، بمعنى فتح البريد الالكتروني، فتح المراسله، فتح، ولكن ما عمره ما خصوش يخليها في القنصليه، حيت القنصليه غتقولي لي سونداج. قلتي لي سونداج، انا بغيت منك من الاخر عطينا بيني وبينك عطينا دي سونداج ونعرفوهم، لان السونداج ماشي شي حاجه سريه، حنا معروفه السونداج ديالو شركات معروفه وتنشروهم. الا كان سونداج سريات ديال البوليس، اما الا كان اللي قلتي لي سونداج معروفين. نقول لك واحد القضيه اخرى بان الفصل 17 الروح ديالو تيقول لك وديو على الحكومه ان تقوم بقانون تنظيمي، على المشرع هو الحكومه و وبالتالي هنا ما خصناش نبقاو نتيريو في واحد اغراض معينه لاسباب معينه، ما نبقاوش نبقاو ساكنين في الخطاب ديال 2006. الخطاب ديال 2006 عنده السياق ديالو. الخطاب ديال شي واحد اللي كنحس من الملك هنا يقولها لي، الا الملك تيقول 2011 ما كايناش ظروف النضج يقولها لي. الملك في التقديم ديالو للدستور ديال 2011 قال باقا ما كايناش ديال ظروف النضج، وحنا ظروف النضج اخويا ما تهضرش معاك، تهضر مع الجميع الله يخليك، ما تهضرش معاك، تتناقش مع الجميع الله يخليك استاذ، تناقش مع الجميع. الملك هضر على ظروف النضج. انا اتحدى شي واحد، انا راه عندي 30 عام في غربه، تعرف اش نقول؟ تتحدى شي واحد يقول لي النضج. الاولويات ديال الجاليه تنقول بصوت عالي، الاولويات ديال الجاليه سيروا سولوها، راه ماشي هي سير كرسي خضر في البرلمان، لا، الاولويات ديال الجاليه راه هي الهويه وهي الشأن الديني وهي العربيه، والناس ما خداماش وعندها عراقيل اداريه. الا كان اي امكان اسمح لنا عقلت ونوقف. لان هذه الندوه هذه مجرد ندوه، وكاينين الناس اللي غادي شي فاس شي بني كازا جي من كازا انت في كازا ساعات ديال المكانه حنا عندنا 4 ولا 5 السوايع.
الله يعطيك الصحة. هذه مجرد ندوة حنا ديال المركز والله العظيم. شوف حنا المركز المغربي لحماية حقوق الإنسان حنايا تعاطفنا مع هذا المشكل فقط. يعني نشكرهم. المركز المغربي ما عمرنا ما سمعنا بهذا الموضوع. من يجي الأستاذ عطانا الموضوع قدرنا أننا نديروا ماشي حنايا المركز المغربي مرحبا بكم. حنا ما درنا حنا والله العظيم يكفيكم في الاولى. شوف بغينا نسمعوا الفكره ديال السيد. شوف اهم حاجه هو الفصل 17. انا تعتبر بانه خاص الناس ديال حقوق الانسان يدخلوا في التعديل ديالو ويهضروا فيه، بان الفصل 7 هو امين فسميتو واحد اللي عامر بواحد المستنقع ديال البيس كما تقولوا ما تقدرش تعفط فيه. وبالتالي يقول لي بان اليوم غنعطيك هذا وعلى الطف وغندوزو نقول لكم ممارسات وامكانيات، في حين ان الناس اللي تدعوا الحق اش تقول لا خص القنصليه. اخويا راه انا كتسكن مثلا في واحد المدينه ما يمكنش ليا غنمشي نضرب 200 كيلومتر باش غنصوت على بوكي واخا صاحبي ما نصوتش عليه. باش يعرفوا هاد الناس هذا المشاركه السياسيه اش خاصها الامكانيات هو عندي الحمله الانتخابيه. انا اتحدى اي حزب مغربي هنا عند الممثلين ليه غادي يصيفط 20,000 اورو باش يمول الحمله ديالو. وبالتالي اش غيوقع؟ غيوقع بان الحزب هذا ما غيعطيش فلوس لان مكتب الصرف ما غيسمحش يخرجوا على الصعبه. غينتاجوا لمن اصحاب الصباط محلبه اسلاميه مجزره اسلاميه وغينتاجوا. وبالتالي هاد الناس ديال النضال واش غيدخلوا ما غيدخلوش. ها علاش قلت لكم بان حق يراد به باطل. والان لهذا الحق انا بالنسبه لي غنحطوه في الثلاجه بالله راه ديالنا راه شوف دستوري ياك ما يمكنش. انا اتحدى واش حزب شي حزب اكس ايكغيك غيعطي 20,000 اورو. شحال عنده من واحد ليه؟ غير فرنسا عندنا 1,600,000 خاص على الاقل تكون في واحد 10 ديال الناس. واش حزب اكس غيصيفط مثلا 200 مليون غير حمله انتخابيه؟ ها اذا شوف كاين الناس تتقلب على الحصانه الدبلوماسيه من الاخر وبغى الحقيبه الزرقاء من الاخر. دونك واش نتوما مع ولا ضد؟ انا بالنسبه لي انايا شحال واحد كاين مهاجر نديرو دابا الاستفتاء. شحال واحد سيف مهاجر نديرو شكون اللي باغي شكون اللي ما باغيش. الاستفتاء شكون اللي باغي شكون اللي ما باغيش. ما تقوليش صباح شكون اللي باغي قلت شكون كاين هنا في الصاص يعني المادة 17 زيد اسمعني الدستور يقول المادة 17 الانتخاب انطلاقا من بلاد الإقامة. إذا القنصليات بلاتي لا أستاذ لا أستاذ الأستاذ ما ديرش علينا. شوف الأستاذ ما ديرش علينا. أنت ماشي مهاجر أنا ماشي مهاجر أنت. هضر على قانون هضر على القانون ديما بوشي مشات هضر على القانون اش قلت لك؟ ديما ياخذ صعيب شوف لا عنصرية. نو الوقت القانوني بجميع المقاييس. المغربية باش مزيان انا كنعرف مزيان. كنشكركم بزاف على هذا اللقاء وانا فرحانه بزاف. شفت الصديقه ديالي صباح المبادره جات من المراه من ايطاليا ومهاجره وكنقدرها وكنعرف المستوى ديالها. تبعت انا مشغوله شي شويه عندي مشاريع ثقافيه الحمد لله كتشرف البلاد تما مشغوله شويه اللي ما عطيتش بزاف انتباه واخا كنتبع من القرب كل صديقه ديالي وزميله ديالي تنعرفها مناضله وكتشرف المراه المغربيه. انا فوزي نورا في منطقه لومباردي في ايطاليا وفاعله جمعويه ومناضله وكنعز عليا بلادي وديما كنهرب من هاد المشاركه السياسيه ومن هاد الشيء هذا. علاش؟ عندي واحد النقطه مهمه. ملي كانوا كيزورونا الاحزاب السياسيه كنت كننتظر
انا ما عمرني ما كنت كنتسنى يعيطوا لي باش نكون انا هي البطله ديال اللقاءات ديالهم، ولكن لقيت ناس ما عندهم حتى شي مستوى دغيا ولاو هما الاعضاء ديال الحزب عندنا في ايطاليا. سيد ما كيعرف لا يهضر لا يتكلم، ما عنده اخبار لا بالسياسه لا في المغرب ولا في ايطاليا، وهو اللي مدير ديال المكتب ديال الحزب هذا والحزب هذا، واللي زاد خلعني وهو حزب الاصاله والمعاصره. منين جا دار واحد اللقاء كداش وكانوا فيه برلمانيين اوروبيين اللي هما اصدقاء ديالنا حنا، كانوا خبا مناضله، وداروا واحد التمثيليه اللي هي كتشوه السمعه ديال البلاد، وكانوا فيها ناس حاضرين، ناس عندهم وزن سياسي كبير في الدول الايطاليه، وحنا كنشاركوا، حنا مشاركين في الاحزاب السياسيه مهمه، حنا في الحزب الحاكم وكياخذوا الراي ديالنا وكيعطيونا الكلمه ديال ما كاينش مطاحنات. حنا كنلقاو مطاحنات قبل ما نكون انا الفكره ديالي، انا كنقدم مشروع ديالي خاص بجمعيتي وكناكل عليه العصا، ما تعطيوهاش وعطيتوها على السراك المقعد في البرلمان. انا كنت كنتظر وعرفت كاع الزيارات ديال الاحزاب كانت خاويه، وكنحضر فيها حتى الوزير ديالنا ديال سميتو كان في واحد الصوره ومن بعد شفتو في الصوره كوزير، منين جا شفتو في الصوره وتبدل عليا وكان ماشي هو. مني كانوا هما اللي خاصهم يأطروا، راه كانوا هما اللي خاصهم يكونونا سياسيا، ويكونوا دوك الناس اللي جابوهم وداروهم هما رؤساء المكاتب، كانوا يكونوهم سياسيا حتى نقدروا ما يقنعونا. ما كاينش، ما خدموش على الملف ما خدموش عليه، واللي كيقتلني وكيزيد بالله وهما برلمانيين في المغرب، برلمانيات وهما عايشين في المغرب وكيدويو باسم المهاجر المغربي. واش انت برلمانيه في البرلمان المغربي دافعي على الناس في المغرب اللي صوتوا عليك؟ انت اش تعرفيني انا شندير في ميلانو؟ واش انت معايا كتشوفيني كتلاقي معايا؟ انت ما عارفه والو، انت برلمانيه في البرلمان المغربي، كان منعك كليا تهضري عليا انا كاميرا مغربيه وانت في البرلمان المغربي. حتى هادو داروا لنا شويه ديال سميتو بحال مغالطات، وهاد المغالطات حنا اللي ما بغيناش. كنوه عاوتاني بكم اسيدي بارك الله فيكم على هذه المبادره القيمه، وكنزيد نشجع صباح، لان صباح واخا هكاك راه تتلوح واحد الملحه كتفيق الملف، والملف واخا هكا وبالحضور ديالكم، وتنشكر حسن وتنشكر كاع الناس اللي حضروا بان تيفيق شويه النايمين، لان شكون اللي كان خصو يدير المبادره ديال اللقاءات؟ هادوك مديرين المكاتب اللي عندنا، حنا مديرين المكاتب راه الهايلاله وراه الوطيلات والعشاوات داكشي كيخلع، ولكن النتيجه والو. حنا مأطرين سياسيا من دول اوروبيه، مأطرين ومكونين وكنعرفوا كل حاجه. حنا ماشي فوضويين، ماشي فضوليين، ماشي حتى شي حاجه. حنا واحد الحاجه كاينه في الدستور بصح خصها تكبر، ما نخلعوش لنا ولادنا. حنا ولادنا تيشوف انا ولدي تيشي يقول يلاه نجيني انا مع الحزب ديال الطليان، ما كاينش مشاكل. تنقولوا لا انت مغربي، انت صغير، انت اللي خصك تاخذ المشعل ديالي. تيقول يا ماما خليتو ليك، شوفي شنو كاين. ما خصناش نخلعوا وليداتنا، خصنا نشجعوا ولادنا، نشجعوا الجيل الفتي، نشجعوا الجيل يوعى ويفتخر بالبلاد ديالو، يفتخر بالمؤسسات، يفتخر بكم نتوما تبارك الله اللي وجدتوا لينا. بارك الله فيكم. ماشي سهل مي قبل تغيير الأنظمة وتحسينها وبعد محاولة تحسين الأنظمة في المملكة العربية السعودية، الكثير لا يعلم ما وضع الجالية المغربية في المملكة العربية السعودية وما نعانيه من التهميش من قبل مؤسسات دستورية في المملكة المغربية في جميع المجالات. مجال السعودية المجال الأهم وراس المشكل هو مشكل التدريس والتدرس في المملكة العربية السعودية، بحيث أن أطفالنا في المملكة العربية السعودية لا يعرفون تاريخ بلدهم ولا جغرافيتها ولا نشيدها الوطني، وممكن أحيانا في بعض المدارس يغنون بالنشيد الوطني اللبناني لأنهم مجبورون أنهم يدرسون في مدارس لبنانية عالمية. هذا مشكل. المشكل الثاني
استبشرنا خيرا من 2007 بتأسيس مجلس الجالية، ولكن من بعد 2007 أنا كنشوف، وهذا الكلام كان قلتي الفاعلية الجمعوية، أنه تكونت تطاحن وصراعات بين الفاعلية الجمعوية، وتستولى القضية الأهم ديالنا هي قضايا الوطنية. تنقول للإخوان الله يهديهم حاولوا كما تقولوا لم الشمل نلموا الشمل ونحبوا بعضياتنا مع خلافنا في الآراء، ولكن الهدف هدف واحد. كنضيف للكلمة ديال أختي صباح اللي قالت أنه التطرف ومحاربة داعش، تقول لهم أن الطفل لا يولد متطرفا، المجتمع هو الذي يخلق التطرف. فإهمال المؤسسات الدستورية لهذا الطفل ولهذا الشاب دينيا وهوية وثقافة مغربية أكيد بأي تيار جاء في المستقبل غادي يجمع. هذه من جهة. وكنطلبوا الدستور اللي يتفعل، الشباب تكلموا الحمد لله، الفصول وهذا الشيء كله عارفينه حفظناه، كنبغيو إن شاء الله يتفعل. يعني 40 عام حنا كنتكلموا فيها، غنتكلم عن الحلول والمستقبل. حاولوا الله يخليكم تصنتوا لينا. وعضو سابق في مبادرة الكرامة والحق في المواطنة الكاملة، وعندي بيان تنديدي من أعضاء مبادرة الكرامة وجيت باش نقرأ في هذا اللقاء. ألوغ وصلنا هذا المساء خبر انعقاد ندوة وطنية بالرباط تحت شعار مغاربة العالم سفراء الأمل بشراكة بما يسمى بالتنسيقية الدولية للكرامة والحق في المواطنة الكاملة وتستعمل ذلك ورشحناها وجات هاد السيدة باش تسرق التعب ديال الشرفاء. هذا ما غنحلوش به. أي حاجة بأي حاجة مبادرة الكرامة ماتت في قاعة البحليلي ودفناها نهار 8 غشت وتصلات عليها صلاة الجنازة في الإسكندرية في إيطاليا، وما كاينلاش نقرا لكم بيان تنديدي خلاص داكشي اللي غنقولو باللغة العربية راه هو اللي كيكون بالدارجة. شوفي نقول واحد القضية. التنسيقيه هنا حيت عيطوا لنا قال عندكم مشكل واسمحي لي حيت قلت لك واش الدعوه اللي جاتنا الدعوه اللي جاتنا فيها هنا ما لقيتيش التنسيقيه كون انا لا كون اول ما استخدمت سمعها الشريفه بغيت انا نعرف التنسيقيه كون عوقتها ولكن عيطوا لي بعض الاخوان ترفعت وقلت خلي عندهم مشكل ما درناش تنسيقيه وقدرت الظروف ديال الناس العمل ديالها لا حبك دابا لا واش انا التنسيقيه انا عيطوا لي وحيدت التنسيقيه قرايه بكل حريه صافي قرايه بكل حريه علي صافي واش هذه تنسيقيه ولا ماشي تنسيقيه؟ واش علاش تفاتوا الكاميرات؟ علاش تفاتوا الكاميرات؟ ما نفهمش. الكاميرات وكنشكر الاخت صباح
اللي الحمد لله حتى هي اثارت هذه القضيه ديال مبادره الكرامه. اسمي الكامل محمد المختار البكري، المنسق العام لرابطه تضامن الجمعيات المغربيه بهولندا. انا كنت من الرجال الذين اوصلوا القطار الى الرباط بمبادره الكرامه، وبرخصه رابطه التضامن لجمعيات المغربيه بهولندا اقيم المؤتمر في بحنيني، والاخت صباح راه شاهده على هذا بمساعده حزب النهضه والفضيله. فالان انا كنشوف كاين مرض كبير، وكنطلب الله سبحانه وتعالى. حنا شفنا بان التنسيقيه الدوليه ما بقاتش، وبزاف ديال الناس جاوا باش يركزوا على التنسيقيه الدوليه. وانا اتمنى من المهاجرين والاخوان اللي حاضرين هنايا من المهجر على اننا لا نطالب الا بالبرلمان وبالمستشارين، نحن نطالب ب10 مجالس موجوده. انا عندي 48 سنه في المهجر، واقول لكل وزير جاء الى هولندا، وفي اخر هذا شهر كان السي رباح موجود. حنا كنطالبوا الان ماشي الحق ديالنا كنلوحوا عليه، والنخبه جاهزه. انا سيكليست، هذاك سيكليست وهذاك ميكانيسيان، ولكن حنا ربينا اجيال فيهم اطباء، فيهم علماء، فيهم يعني الحمد لله. شوف الان اليوم اصبحت واحد الاخت من المغاربه يعني تترأس مجلس البرلمان الهولندي، الاخ بوطالب كان معايا في الجمعيه، واعتقلنا انا وياه في الحسيمه 3 ايام لما كنا ندافع عن المغرب عن القضيه ديالنا. راه حنا خرجنا في ايام الرصاص 13 سنه ما كناش في المغرب، ولكن الحمد لله تغير المغرب. وهذه المراكز بحال هذه هي اللي سمحتنا باش نوقفوا هنا امامكم ونقولوا الكلمه الحره. فبهذا اطالب جميع الاخوان على ان المبادره اذا ماتت في الرباط خصنا نحيوا مبادره لنواجه بها الحكومه المغربيه وتصل الكلمه ديالنا. وشكرا جميعا، وشكرا الاخت صباح كذلك. هذا رئيس ولا هذا ماشي مرئيس ولا هذا اللي فيه الخير يزيدوا قدام، ولكن راه في المتابعه. عندي ما غادي نقول، الاخوان كلهم تكلموا، ولكن كاين شويه ديال النقصان من الناس اللي هنايا مطيحين القيمه. ماشي غير هنا، انا سمعت من السيده صباح ليت، سمعت منها بان الاحزاب تقول لك ان الفيدراليات والوداديات ما فيهم خير. لو ما كانوا الناس الاولين والجيل الاول ما يكونش هذا الشيء هذا كله. كما قال السيكليست يقول المتعلم ديالو، لو ما كنا حنا الجيل الاول اللي بنينا لهم ديك الطريق والله ما عمرهم يشوفوها. السلام عليكم. هي ليست كلمه احد، وانما هي كلمه اعتراف وشكر. لجنه الانصاف والمصالحه اللي ذكرت ياسين والقرارات ديالها اللي كانت جات باقصاء الوداديات واعتبارهم مجموعه من التهم اللي عطاوهم، انا اقول بان الجيل الاول هو من وضع حجر الاساس لما نحن فيه الان. والذين ينكرون نضالات الجيل الاول وهم جاحدون، لان اللي كينكر الاولاد اللي كينكروا بواتهم هما اولاد عاقون. نحن لا نريد ان نكون عاقين لابائنا، بل ننحني ونقبل ايديهم ونشكرهم على نضالهم وعلى عملهم وعلى توجيههم لنا، رغم انهم وصلوا لذاك السن. فانا با الجلالي وبا ياسين وبا باديس والحاجه ملكه اللي عنده اساتذه بهذا الحجم واللي عنده قدوات بهذا الحجم وبهذا التاريخ لا يمكن ان يكون الا مناضلا.